السلام عليكم، مرحبا بكم متابعين قناة وصفات إنصاف. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير كريم موسلي لحشو وتزيين الحلويات. غادي نحتاجو 2 بيضات، 4 المعالق كبار ديال النشا أو المايزينا، 6 المعالق كبار ديال السكر، نص لتر ديال الحليب، ومعلقة صغيرة عامرة ديال الفانيلا، و200 غرام ديال الزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة. أول حاجة نقوم بها في تحضير هاد الكريم، غادي نجيب كاسرونه اللي غادي ندير فيها الحليب. عندي نصف لتر من الحليب، غنديرها فوق النار تسخن. قبل ما نديرها فوق النار تسخن غادي نضيف ليها 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات او سكر سنيده. نضيف ليها واحد 3 غرام ديال بودر فانيلا او سكر فاني. غناخد الحليب ديالي نحطو فوق النار يغلي. في هذا الاثناء غادي نكسر 2 بيضات اللي عندي إناء، وغادي نضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، ونضيف عليهم 4 المعالق ديال المايزينا أو النشا، ونضيف عليهم واحد 4 غرام أخرى ديال الفاني أو نص الشي ديال السكر فاني، ونخلط هاد العناصر جيدا. نخلطهم حتى تنسجم النشا وتذوب السكر اللي عندي. لازم نخلطو هاد الخليط مزيان. بعد ما خلطت الخليط ديال البيض والنشا والسكر مزيان وغلى الحليب، عندي الحليب سخون مزيان، غادي نكبو فوق هذا الخليط وانا كنخلط بالخلاط اليدوي. نخلط مزيان بهذا الشكل حتى تنسجم، وغنجيب صفايه وغنصفي هذا الخليط ونرجعو لنفس الكاسرونه اللي سخنت فيها الحليب، وغادي نحطو فوق النار. النار تكون عافيه مهيله وانا كنحرك مع التحريك المستمر. نحرك مزيان باش ما تكونوش ليا الكويرات، يعني بحال كريم باتيسري واسمو. وهذا الكريم كنزيدو فيه نشا زايد باش يكون لينا الكريم قاصح شويه، كيخصو يكون الكريم قاصح. نستمر بهذا الشكل حتى يختار الخليط. الكريم ديالي بعد ما اختار مزيان خليته حتى اختار مزيان، المهم انه يكون خاطر وقاصح. غادي نحاول نزولو من هذا الكاسرون بشي اناء اخر، نخليه حتى يبرد واحد شويه يدفى. بعد ما دفى غادي نغطيه بلاستيك غذائي باش ما يدخلوش الهواء وما يتكونش ليا ديك القشره الفوقانيه، وغادي نخليه في الثلاجه في الفريغو مده ديال 3 السوايع حتى يبرد مزيان. بعد ما خليت الكريم ديالي في الثلاجه واحد 3 السوايع، غادي نحولو من هذا الاناء الصغير نحولو لاناء كبر، وغادي نبدا نطرب فيه بالطراب. ضروري الطراب او العجانه، نطربوه مزيان حتى يرطب لينا هاد الكريم. كيف كتشوفوا بدا الكريم كيرطب. بعد ما غيبدا يرطب غادي نضيف الزبده. نبدا نضيف قطعه بقطعه وانا كنطرب. الزبده لازم تكون عندنا بحراره المطبخ. غنستمر بهذا الشكل حتى نكمل جميع 200 غرام ديال الزبده اللي عندي. لازم نهبط الجوانب كلها باش تطرب ليا الكريم كلها.
هاد الكريم كتجي رائعة في المذاق والحشو والحلويات وتزيينها طبيعة الحال، يكون عندها قوام رائع. وانا كنضرب وكنضيف في الزبدة اللي عندي حتى نكمل كما قلت جميع الزبدة اللي عندي. كيف كتلاحظوا انا مازال مستمره في التطراب، لازم نطرب على الاقل واحد 15 دقيقه هذا الكريم حتى نتحصل على كريم ملسه ورطبه جدا. هذا هو الشكل النهائي الكريم موسلين ديالنا نهار اليوم، كيجي كريم ملس ورائع الحشو ديال حلويات اعياد الميلاد، او تقدر تعمل في لي اللي كيطعمروا وكيتستعمل في العديد من الوصفات. وان شاء الله غادي نبدا ننزل العديد من الوصفات نستعملوا فيه هذا الكريم. كنتمنى انه يعجبكم وكنشكركم بزاف، كنتمنى انكم تشجعوني بجميع الفيديوهات، اشتراك في القناه وما تنساوش تزوروا صفحتي على الفيسبوك وصفات انصاف. هذه انصاف كتحييكم، مع السلامه.